خطف لاعب اف سي برشلونة لامين يامال الأضواء عندما اختار تشافي هرنانديز مدرب الفريق الكتالاني توجيه الدعوة له للجلوس على كرسي بدلاء الفريق خلال المباراة التي فاز بها فريقه أمس الأحد على أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الدوري الإسباني. لامين يامال الذي يحمل الجنسية الإسبانية وينحدر من أصول مغربية من جهة والده وأخرى من غينيا الاستوائية من جهة والدته، بات أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يتم المناداة عليه لمباراة رسمية عن سن 15 سنة و9 أشهر فقط. تشافي تحدث في وقت سابق عن لامين يامال واصفا إياه بالموهبة التي لا يمكن إيقافها، مبرزا أنه يتدرب مع الفريق الأول لبرشلونة منذ فترة، وأنه اختار توجيه الدعوة له للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد لثقته في قدرته على تقديم الإضافة. يامال الذي بات ينفرد برقم استثنائي تفوق به على نجوم كبار برشلونة من بينهم ميسي وبيدري وآخرون، كان في وقت قريب النجم الأول لمنتخب إسبانيا لأقل من 19 سنة قبل توقفه عن حمل قميصه. مقربون من يامال أرجعوا ابتعاده عن حمل قميص المنتخب الإسباني للشباب قبل ما يزيد عن 6 أشهر إلى خلافات بينه وبين المسؤولين عن المنتخب، وهو ما أكده اللاعب بعد مسحه لجميع صوره مع منتخب شباب لاروخا من على حسابه الخاص بموقع انستغرام. يامال استأثر أيضا باهتمام الإعلام الإسباني قبل أشهر وهو يحضر رفقة عائلته للمباراة الإعدادية التي واجه فيها المنتخب الوطني المغربي نظيره تشيلي بإسبانيا في إطار تحضيراته لنهائيات مونديال قطر، ونشر صورة خاصة له وهو يلتحف العلم المغربي. تقارير إعلامية إسبانيا ومقربون من اللاعب ووالده أبرزوا أن يامال قرر تغيير جنسيته الرياضية وحمل قميص المنتخب المغربي مستقبلاً بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين مسؤولي المنتخبات السنية الإسبانية، مضيفة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومن خلال منقبيها بإسبانيا تسعى منذ فترة لتأهيل يامال لحمل قميص المنتخب المغربي. الأكيد أن يامال يعتبر واحداً من أبرز المواهب التي تشق طريقها في كرة القدم الإسبانية والأوروبية. فهل يعاقب ميسي الجديد إسبانيا بحمل قميص الأسود؟